الناس في شبرا الخيمة علوا صوتهم وقالوا ايه لكاميرا 90 دقيقة. علي الصوت. انتخبنا طبعا رئيس جديد والدنيا بقت حلوه، عاوزين بقى الشغل وبتاع عشان البلد تبقى ماشيه نظيفه وكده ونتلاقي شغل ونتلاقي اي حاجه ناكل منها عيش. بشتغل هنا من الساعه 2 الظهر لغايه الساعه 8 الساعه 9 بالليل. ماشي 9 بالليل دي بقى هشتغل هاكل ولادي ب 473 جنيه. ايه انا معايا عيلين ماشي، وبصرف على والدتي وابويا وامي، هيكفوني ايه لغايه دلوقتي؟ أنا بناشد السيد وزير التموين بسرعة تطبيق منظومة الخبز بالنسبة للجمهورية، لأن منظومة الخبز دي هتخدم ناس كتيرة جدا. كنا بنحلم إن احنا بنبقى مهندسين، وعشان كده ضحينا بسنتين من عمرنا عشان نخش صنايع 5 سنين عشان نبقى مهندسين. ولما دخلنا صنايع 5 سنين برضه اتظلمنا، التنسيق رفع بنسبة عالية جدا، وعملنا كل اللي احنا نقدر نعمله، دروس وخدنا ومذاكرة وعملنا كل حاجة، وفي الآخر ما خدناش حقنا. أنا من جزيرة اسمها الشرونية في سوهاج، ملغية خالص من على الخريطة، برغم إن المسؤولين جابوها وزاروها وما فيش أي حاجة، والشعب هناك الحالة هناك صعبة. وناشد محافظ القليوبية خصوصا كوبري بنها اللي هو أنت شايفه حضرتك ده مليان بالعربيات الكارو بيعطل الطريق كله. حد يحس بينا بس، يوفر شقق، يوفر شغل، يخش البطاله اللي في البلد الكتيره دي. احنا بنناشد بس المسؤولين يخلوا اهم حاجه واول حاجه في اولوياتهم اللي هي الامن، توفير الامن باي شكل. في حاجات كتيره في محافظه القليوبيه عايز تتغير شويه. بنقول للمحافظ يا ريت تنزل بنفسك وتشوف الاماكن اللي في الرياح التوفيقي مش عارفين نعدي من الناس البياعين. قالوا الحد الادنى يتطبق على كل الناس، الحد الادنى ما اتطبقش لغايه دلوقتي على جميع الناس، في بعض الناس خدوه وبعض الناس ما خدوش. ابني معوق وقد